السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو ربي يحفظكم كامل، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. فيما يخص جديد قضية الطفل يحيى من ولاية البوليدة اللي كان مفقود منذ الأمس، وبعد مباشرة السلطات المعنية عملية البحث عليه ساعات من فقدانه تم العثور عليه، لكن للأسف جثة هامدة مفحمة رحمة الله عليه. مباشرة الجهات الأمنية باشرت التحقيقات حول ملابسات القضية، وفيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي تداولت الكثير من الكلام في هذه القضية، لكنها تبقى أخبار غير مؤكدة لا يجب الذهاب معها، حتى أنه ممكن أنها تزيد على عائلة الفقيد اللي نطلب الله عز وجل يلهمهم الصبر والسلوان. وفي الساعات الأخيرة تم صدور نداء تم تداوله عبر صفحات الفيسبوك. مصدره حسب ما قيل كان من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية البوليدة، ومفاده أن كل شخص شاهد المتهم الظاهر في الصورة أمامكم الاتصال بأقرب فرقة بالدرك الوطني أو بوكيل الجمهورية لمحكمة بوفاريك. نشاهد الآن هذا الفيديو الذي جاء في نفس السياق، يعني يتكلم عن نداء صادر من فرقة الدرك الوطني الداعية إلى تبليغ عن هذا الشخص في حالة ما شاهدوا شخص. عزم الشعب إلى كل الشعب، إلى كل السلطات وإلى كل الأسلاك الأمنية وكل النواحي العسكرية. هذا الشخص راهو من البليدة، قتل طفل في عمره 4 سنين وقصو طراف وطيسو في الصاشي، وراه يحوسوا عليه اللي شافه ولا اللي راهو مخبيه ولا اللي عنده أي معلومة عليه يحمو ويبلغ عليه. كيما هاد اللي يقتلوا ريال ويخطفوا ريال الآخر ويخطفوا في الناس ويديروا في حوايج موش ملاح، تشوف مع وجهه تقول ما شاء الله، تشوف مع فعيل لا اله الا الله محمد رسول الله. نداء الى كل السلطات بارطاج خليها توصل حذاري. ثم وفي الشارع الجزائري كما كل مرة ندد الشعب بضرورة تطبيق القصاص وحكم الإعدام في هكذا القضايا التي أصبحت تتكرر في مجتمعنا لردع المجرمين. وفي الأخير نقول لكم انتظرونا لنوفيكم بكل جديد فيما يخص القضية.